السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه جايبه وجيده وقبل كل شيء. مش عارفه بتلخبط ليه النهارده. صلوا على الحبيب قلبكم وطيب يا حبايب قلبي، يا حبايبي، يا بناتي، يا حبايبي، يا اولادي. ايه رايكم بقى تيجوا بقى نشوف ايه الطريقه الجميله دي مع بعضينا؟ طريقه حلوه وجميله. اللحمه اللي بالتقليه دي، الطاجن اللي يرد المخ الجميل ده، ومعانا البتنجان المخلل والشوربه واللحمه بتاع الباميه المفروكه الخضراء الحلوه الجميله دي. تعالوا شوفوا الطريقه مع بعضينا كده، طريقه حلوه وجميله وسهله. وخشوا على الفيديو كده وشوفوه وشاهدوه كده وخشوا على الاعلانات كده شويه يا حبايبي. ربنا يديكم الصحه والعافيه ويبارك فيكم يا حبايبي، وانتوا على راسي من فوق يا حبايبي، الجداد والقدام اللي مشتركين عندي، جداد وقدام، كلكم حبايبي وكلكم بناتي وعلى راسي من فوق، ولادي وبناتي وكلكم يعني، وكبير وصغير يعني. ما انا في يعني في رجاله بتتفرج عليا وفي شباب بيتفرج عليا، كبير وصغير. ربنا يديكم الصحه والعافيه ويبارك فيكم ويخليكم ليا ويدومكم نعمه في حياتي يا حبايبي. والله العظيم انتوا اللي ليا يا حبايبي، وفي الحته الجوانيه هنا في قلبي يا حبايبي. والله ربنا يخليكم ليا ويبارك فيكم ويخلي لكم ولادكم، واللي ما اتجوزتش زي ما انا معوداكم ربنا يديها ابن الحلال، واللي ما اتجوزش يديله بنت الحلال، واللي ربنا ما ادهاش يديها الذريه الصالحه باذن الله يا رب، واللي نفسه في حجه يديها له، واللي نفسه في سفر. والشباب بتاعنا ده ربنا يا رب يبارك فيه ويخليه يا رب، كده يبقى ليهم فرص عمل في كل مكان يا رب حبايبنا واولادي، ويدوكم الصحه والعافيه ويبارك فيكم ويخليكم امهاتكم واولادكم، ويرحم امواتكم واموات المسلمين جميعا يا رب العالمين. خشوا على الفيديو وما تنسوش بقى ايه اللايكات والاشتراكات يا حبايبي، عشان التقليه الجميله الحلوه دي لا ترد مخكم. والله جربوها بالطريقه اللي انا بعملها دي، هترد مخكم يا حبايبي والله. تخلي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب يكون يومكم هنا وفرح وسعد يا حبايبي، ولبن حليب وقشطه وكل حاجه حلوه يا حبايبي. النهارده يا حبايبي بقى ايه هنعمل؟ ايه اكله صعيدي بقى ايه من اللي على ابوها. بصوا يا حبايبي، دي حته دهنه اهي، وهناخد دي حبه سمنه بلدي مطلعاها من بره انا عشان ايه تبقى سايحه اهي كده. دي للتقليه، هنعمل تقليه صعيدي يا حبايبي، هوريها لكم كده واحنا بنعمل، هوريكم كل حاجه اهي يا حبايبي. وهنحط حبه زيت من ده الحلو ده اهو، عشان ايه للتقليه. ونحط حبايبي ايه حبه ملح عشان بس حبه صغيرين كده. انا حاطه في البصل عشان ايه ريحتها ما تعملش زي ما انتم عارفين. ماشي. وادي اللحمه هي حبايبي، اللهم صل على النبي. اللحمه هي سلقاها اهي، اوريها لكم. اللحمه هي حبايبي، ادي اللحمه بسم الله الرحمن الرحيم. اللحمه هي حبايبي مسلوقه اهي، سلقتها ومستويه وزي الفل اهي، عشان نعمل لحمه بايه بقى؟ لحمه بتقليه كده ترد الدماغ يا حبايبي وترد المخ يا حبايبي، زي ما انتم شايفين. غاليه ولا مش غاليه؟ هنعمل ايه يا حبايبي؟ لازم ايه الاطفال تاكل، ملهاش ذنب يا حبايبي، يعني لازم ايه الواحد يعمل ويطبخ. والصراحه مفيش احسن من الطبيخ، يعني ببصوا بنكلف ونعمل اكل هايف برضو ايه، مش زي الاكل ده ولا زي الطبيخ. معانا ايه يا حبايبي؟ معانا اللحمه اهي سلقناها عشان الوقت يعني. معانا اللهم صل على النبي هنعمل التقليه. البصل ده كله يا حبايبي اهو يجي كيلو بصل عشان يرد الدماغ، يرد المخ ويرد الدماغ في الفاضيه دي يا حبايبي. ومعانا باميه اهي، هنعملها باميه ايه مفروكه صعيدي. ما انا بقول لكم هنعمل اكل صعيدي يا حبايبي. هنحط بقى ايه اللهم صل على النبي هنا ايه، هنحط البصل ده اهو. البصل اهو معايا احطه بسم الله الرحمن الرحيم. انا بعمله بدي عشان ايه يا حبايبي يستوي على طول، وبعد كده نحطه في الطاجن بقى. صعيد على اصله، يعني صعيد على ابوه اهو يا حبايبي، زي ما انتم شايفين كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت دي عشان ايه يستوي اوان، لكن الطاجن هيغيب لسه. هنسخن الطاجن ونفضيه فيه بعدين بقى بوريكم يعني.
يعني في المرحله الثانيه هوريكم بقى ازاي. ما هي التقليه دي مراحل يا حبايبي يعني مش على طول، لا، التقليه الصعيدي ديت مراحل، مش كده يعني على طول. بس حاجه حلوه وجميله وحاجه بترد الدماغ وترد المخ يا حبايبي. نتعوض باللي فات بقى. نتعوض باللي فات. نتعوض باللي فات. انتوا فاهمين طبعا يا حبايبي يعني انتوا فاهمين، يعني كلنا فاهمين الغلاء والاسعار يا حبايبي. هنحط بقى ايه فلفل اسود اهو عشان بنحب الفلفل الاسود، يعني يبقى فيه فلفل اسود كتير على ايه، على التقليه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. وانا حاطه ملح، وادي ايه الفلفل. وهنحط برضو مكعب ايه مرق الدجاج برضو واحد اهو. احط مكعب مرق الدجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. ايد ربنا قبل ايديا يا حبايب قلبي يا حبايبي. شايفين يا بنات اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. برديها طيب بميه. معلقه سخنت على ايدي يا حبايبي. جربوا بشويه ميه بس. سخنت على ايديا. اديها كده شويه برضه. زي ما انتوا شايفين كده هنعملها ونقليها نحط لها بقى ايه. والشوربه دي طبعا يا حبايبي ما قلتلكوش انا حاطه فيها ايه. الشوربه دي فيها حبهان وفيها ورق لوري وفيها طماطم وفيها بصل وفيها فلفل اسود. الشوربه دي لازم، يعني الحاجات دي هي اللي بتحلي بقى ايه الشوربه يا حبايبي زي ما انتوا عارفين. لازم نحط الحاجه دي يعني عشان ايه تبقى حلوه كده ومسكره. نحط نقعه سكر برضو عشان ايه زي ما انتوا شايفين كده. موت دي شويه يا حبايبي. وهنعمل بقى ايه، نخش على اللهم صل على النبي. ناخد شوربه في الحله دي عشان نعمل ايه، نعمل الباميه. اللهم صل على النبي. اجيب كبشه تاني غير دي. نحط الشوربه دلوقتي للباميه يا حبايبي اهو زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الشوربه جميله ازاي، شوربه عسل. بألف هنا وشفا يا حبايبي للي هيشوف واللي هياكل. مطرح ما يسر يمري على قلوبكم يا حبايب قلبي، داخل مصر وخارج مصر وجميع الدول العربيه والاوروبيه يا حبايبي. وبلادنا كلها العرب بألف هنا وشفا وبهديها لهم جميع الدول العربيه حبايبي. حبايبي وولادي وبناتي. يعني مش هحط شوربه كتير غير لما ايه هولع عليها اهي يا حبايبي. هولع الاول عشان اشوفها ايه. محطش يعني محطش وتبقى عشان ما تبقاش طريه. الشوربه الباميه دي يا حبايبي. علي بقى انا يا حبايبي بقى ايه هعمل ديت يعني على ايه عشان ما يطولش عليكم الفيديو. لما تعمل شويه وارجع لكم تاني. واحط دلوقتي ايه اللهم صل على النبي. هحط الباميه هنا في الشوربه اهي واسيبها برضو ايه عشان ما اطولش عليكم يا حبايبي وتزهقوا كده. زي ما انتم شايفين كده دي اهي بتستوي في الشوربه دي. مش هحط شوربه تاني غير لما ايه لما تستوي دي، غير لما دي تستوي. واحط لها ايه بقى يا حبايبي، هحط لها بصوا يا حبايبي انا عامله لها تومه اهي. التومه دي وعامله بتنجان مسلوق ابقى اعمله واوريه لكم برده مخليينه يعني مسلوق يا حبايبي. وايه بقى وهناخد ايه حته تومه عشان ايه الدنيا حر دلوقتي مش هنعمل طشه تومه للباميه. نحط حته تومه نيه اهي حته تومه نيه ونحطها في الباميه زي ما انتم شايفين كده يعني. بس وانا عندي بقى المفراك الصعيدي هبقى اوريه لكم. بس انا بحط دي كده. الباميه دي بقى بتخليها ايه التومه النيه ديت لازم حتى لو الواحد هيعمل طشه
حتى لو هتعملوا طشه تحطوا حته تومه برضو نيه. وهجيب حته فلفل دلوقتي واحطها عشان الفلفل برضو بيحليها. ادور على قرن كده عندي ادعبس كده في الثلاجه على قرن احمر. ادعبس على قرن احمر كده يا حبايبي وايه واحطه. مش عايزه اطول عليكم يا حبايبي الفيديو. رجعت لكم تاني يا حبايبي. دقيت حته فلفل حمراء اهي وهحطها اهي عشان انا هفركها بقى. اهي تخلوها خضره كده وهي خضره كده تلحقوا ايه تفركوها ما تخلوهاش تعمل عشان ما تغمقش. اهي يا حبايبي فين البتاع مفروكه فين؟ اهو يا حبايبي المفركه اهو. شايفين المفرك بس دي اتكسرت. هيتبقى له ايه 3 واحده اتخلعت وواحده اتكسرت اهي. ده اسمه المفراك الصعيدي بتاع الباميه الويكه اهي. بصوا هنفركها بقى كده تفركوها وهي خضره كده تلحقوها على طول ما تخليهاش ايه تغيب عشان تبقى خضره وحلوه مش تسود اهي. شايفين كده تبقى خضره وجميله وخفيفه اخف من دمعه يا حبايبي. الباميه متقليه مدمعه دي خفيفه بقى. دي الباميه اللي الصعيدي الويكه. ابني مسميها باميه خضرا. من هو طفل صغير يقول لي عايز باميه خضرا بيحبها ما يحبش المدمع. يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده وبألف هنا وشفا يا حبايبي. بتتفرك على طول اهي يا حبايبي. شايفين واللي ما عندهوش ده يعملها في الخلاط بس ايه يضرب ضربه ويوقف يضرب ضربه ويوقف يعني ايه يكسرها ما يخليهاش يكسرها مش يعصرها. مش يعصرها يعني يكسرها اهي. وبعدين دي باميه مش باميه كبيره يعني الباميه بتاعت الفرك بتبقى باميه ايه كبيره. دي ما لقيتش باميه كبيره جابت من صغيره صغنونه خالص دي يعني دي حلوه للدمعه. بس بقى احنا ابني مش عايز ياكلها بدمعه يحب دي عشان كده ما استحملتش سوا استوت على طول زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده. اللي عايز بقى يعملها بطشه يعمل لها بقى التومه دي طشه ويطشها تطشوها بسمنه بلدي تطشوها بحبه زيت وحته دقليه حته دهن اي حاجه سمنه عاديه اي حاجه يعني اللي ربنا ايه الموجود يعني. كده خلاص اتفركت اهي يا حبايبي كده خلاص اهي زي ما انتم شايفين كده اهي. بس كده نديها غلوه وخلاص على كده. مش هحط لها انا بقى ايه تومه ولا حطيت لها التومه النيه زي ما انتم عارفين. حطينا لها حته تومه نيه والتومه فيها ملح وفلفل اسود والشوربه طبعا فيها حبهان ورق لورا وفلفل اسود وطماطم وبصل فيها يعني كل حاجه. الشوربه يعني تحت اللحمه زي ما انتم شايفين خضره وجميله ازاي اهي كده. هي خلاص خلصت. هعمل بقى ايه هعمل بقى التقليه اهي يا حبايبي. انا هطفي على دي دلوقتي كده. بعمل ايه انا بعمل التقليه اهي زي ما انتم شايفين اهي قليناها. الحمد لله كان يجي كله بصل يا حبايبي. شايفين كاتشب قد ايه. بحط ندعه شطه عشان ايه تحلي اللحمه. بحب شطه كده تبقى حاميه اهي. حاطه طبعا كل حاجه جواها مرق الدجاج وفلفل اسود وحبان وكل حاجه غير الورق لورا غير شويه ملح كده واشوف اهو يا حبايبي عشان ايه حطيتش فيها ملح انا يا حبايبي. زي ما انتم شايفين اهو في الطاجن اهو بنقول عليها زبديه في الصعيد بيقولوا عليها زبديه. دي الطاجن دوت اسمه زبديه في الصعيد. زي ما انتم شايفين يا حبايبي الطاجن اهو زي ما انتم شايفين اوطي كده شويه شايفين دخن اهو يا حبايبي. واللحمه اهي يا حبايبي. وعملنا ايه اللهم صل على النبي كده. ودول مطرح ما كنت بقلي فيها الاول دول طبعا البهاريز دي بقى جميله دي شوربه برضو لما ايه عملت بيها عشان الصينيه زي ما انتم عارفين بقى ايه المونيا تقليها بتلزق فيها. عملتها هنا الاول وبعد كده اهو زي ما انتم شايفين هنا كده هحط شوربه تانية يا حبايبي. هجيب شوربه برضو واحط اللحمه اهي يا حبايبي. طلعتها اهي مستويه زي الفل اهي. احط بس شويه شوربه هنا عشان دي طبعا ايه
حلوه. نحط التقليه دي بقى ايه، ندهكها كده. هي بتدهك وحديها اهي، نعمت وحديها. شايفين يا حبايبي اهي زي ما انتم شايفين كده. دي بتبقى عسل بقى، وترد المخ كده وترد الدماغ. تخلي الواحد كده ايه يا حبايبي مش خويان، تخلي الواحد مخه كده عمران، تعمر الدماغ. التقليه دي لازم. التقليه دي بقى في الصعيد يعملوا عليها الرقاق، بيقولوا عليه فطير طري. الرقاق يعني الرقاق بتاع العيد الكبير الناشف بس الطري، بيقولوا عليه هم بيقولوا عليه فطير. هم بيعملوها كده ويطروها يخلوها طريه ويقولوا عليه مرق، يعني ايه بالشوربه. يحطوا شوربه كتير بقى في التقليه اللي زي دي، وياكلوا بيها الرقاق الابيض ده في الصعيد معلى عليها زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهي. نحط بقى ايه شوربه تاني اهي. هي بتدخن يا حبايبي. عامله بصل كتير عفوا يا حبايبي من الشطه اللي انا حطيتها يا حبايبي. دي بقى عسل. دي بقى عايزين تدخلوها بعد ما تحطوا اللحمه فيها، تدخلوها الفرن، تدخلوها يعني في فرن البوتاجاز، الفرن البلدي، اي فرن بقى عندكم. مش عايزين تدخلوها ما تدخلوهاش. واحط بقى ايه بقى اللي خلاها عسل نحل، حبه طماطم صغننين كده اهو، حبه صغيرين يعني دول طماطميتين يا حبايبي كده، مش كبار كده، مش دمعه. مش احنا هنعملها دمعه، هي اسمها تقليه يعني، اسمها تقليه مش نعملها دمعه يعني الطماطم تبقى كتير، لا ده حاجه يعني ايه كده تديها طعم بس كده اهي زي ما انتم شايفين كده. ونحط بقى ايه اللحمه فيها دلوقتي ونشوف الحدق بتاعها طبعا. نحط لها شويه ملح تاني يا حبايبي، حبه صغيرين عشان متبقاش حد بس دول. بس المعلقه اللي تدوقوا بيها يا حبايبي ما ترجعوهاش تاني. الحاجه اللي تدوقوا بيها، المعلقه اللي ندوق بيها ما نحطهاش تاني في الايه، في المعون اللي احنا بنعمل فيه، يعني في الحله، في الطاجن، في اي حاجه، لا ما نحطهاش. واي حاجه يا حبايب قلبي تغسلوها. ورق اللورا ده لازم تغسلوه طبعا، بيبقى ايه يعني ده شجر يعني عامل زي ورق الشجر الكافور، لازم يتغسل تحت الحنفيه تحت الميه الجاريه كده يبقى نظيف وحلو. انا دلوقتي ايه احط اللحمه واشوف بقى عاوز ثاني ولا لا ايه شوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايد ربنا قبل ايديا يا بركه سيدنا محمد. بسم الله يا بركه بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده اهي حبايبي كده. نحط بقى ايه تبقى عسل نحل. شوفوا لونها بيفتح ازاي اهي، لونها بيفتح وتبقى جميله بقى وعسل. عايزين تحطوها في الفرن وتحطوها زي ما بقول لكم، عايزين تسيبوها كده حلوه كده عشان ايه تغمسوا بيها تبقى جميله كده وحلوه ترد المخ. وايه بقى العيال بيموتوا فيها والله العظيم، كبار وصغيرين بيموتوا فيها دي التقليه دي. وابو الولاد الله يرحمه الف رحمه ونور تروح له يا رب، ويرحم امواتنا جميعا يا رب واموات المسلمين. كان يحب دي، يقول اعملوا لنا طاجن ايه لحمه بتاع ده، طاجن التقليه اهي باللحمه يا حبايبي. طاجن اللحمه اهو خلاص زي ما قلت لكم. عايزين تحطوه في الفرن حطوه، مش عايزين تحطوه هو كده حلو وجميل عشان يبقى ايه يعني ياكلوا منه كده يغمسوا منه يبقى حلو. اللي عايزها ناشفه بقى اللحمه يعني ويحمرها تحمير تحت الشوايه تاني يحطها. انا مش هحطها، هي كده ايه حلوه وعسل، بس انا بخليها عشان تاخد ايه اللحمه مسلوقه تاخد من طعم ايه التقليه. هي كده خلاص تاخد لها غلوتين كده وايه وخلاص على كده. والباميه خضراء وجميله زي الفل اهي زي ما انتم شايفين. شايفين حلوه ازاي اهي، شايفين خضراء وجميله ازاي. اللي عايز يعمل لها طشه يا جماعه يعمل لها. انا حطيت لها التومه نيه ومعاها الفلفل الاحمر، بس هو ايه كان ما كانش كتير يعني اهو زي ما انتم شايفين حلوه زي العسل يا حبايبي اهي. والتقليه اهي زي ما شفتوا كده
وبعدين ايه هبقى اوريها لكم بقى ايه في النهايه. قلت لكم تاني يا حبايبي بعد ما خلصنا الاكل اهو، بألف هنا وشفا يا حبايبي على قلوبكم اهو. معانا الباميه اهي، الويكه المفروكه، والشوربه اهي اللي عايز يشرب شوربه، وبتنجان مخلل اهو، وادي اللحمه المتقليه الطاجن اهو، اللحمه بالتقليه اللي ترد الدماغ دي وترد المخ يا حبايب قلبي. كده اكله بألف هنا وشفا، الكبير والصغير بيحبها. يعني الاكله دي اكله صعيدي على ابوها، يعني ده كله الطقم ده كله كده صعيدي. كل الطقم صعيد وكله لايق على بعضه يا حبايبي. لازم ايه نركب الحاجه على بعضيها والاكل يبقى لايق على بعض. امال ايه؟ لازم ايه الحاجه تبقى لايقه على بعضيها كده وبتبقى حلوه يا حبايبي. وبألف هنا وشفا لجميع حبايبي في الدول العربيه والاوروبيه داخل مصر وخارج مصر وجميع انحاء العالم. بمسي عليكم واصبح عليكم كل يعني صباح الخير في يعني في كل واحد في ايه في مكانه. اللي عنده الصبح يبقى صباح الخير، والعصر يبقى ايه عوافي عليكم، وبالليل يبقى مساء الخير يا حبايب قلبي. اهو كل واحد يعني ايه في بلده، طبعا تبع ايه بلدكم يا حبايبي. اهو الاكل بألف هنا وشفا، ومطرح ما يسري يمري ويزغرط زغرطه اهو. الاكل جميل يعني يفتح النفس يا حبايبي، حاجه كده ايه ترم العظم. حاجه ترم العظم في الايام الحلوه الجميله دي يا حبايبي. الايام اللي مش باين لها بيان دي يا حبايبي. ربنا يا رب يرخص الحاجه يا حبايبي يا رب، ويدوكوا الصحه والعافيه ويبارك فيكم يا حبايبي. يا رب يدوكوا الصحه يا حبايبي، يا بناتي يا ولاد يا كبار يا صغيرين. وبألف هنا وشفا يا حبايبي اهو. مطرح ما يسري يمري على قلوبكم يا حبايبي اهو يا حبايبي. والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو قادم باذن الله.